السلام البنات، مرحبا بكم معي فيديو جديد على قناتكم عالم ميار. كنتمنى تكونوا بصحة جيدة وفي افضل الاحوال. الوصفة ديال اليوم عبارة عن تحلية بالكراميل بنكهة ملكية كتجي راقية شكلا ومذاقا. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم بدون كريمة او شونتيي. نخليكم مع الفيديو. نبداو على بركة الله. فبالنسبة للمرحلة الأولى غادي نحتاجو 4 نتاع العلب من أي نوع صابلي متوفر عندكم. هنا كيف ما شفتوا استعملت هذا النوع. كنحاول أنني نهرسو أو لا نهرمشو. بإمكانكم أنكم دوزو في الطحانة، ولكن أنا بغيتو يجي يعني القطع ديالو باينين، ما يجيش مسحوق. فبالنسبة للسيدات اللي ما بغاوش هكا يدوزو في مولينيكس أو في الطحانة، فكيبقى على حسب الرغبه. كما بامكانكم انكم تكسروه بالشكل اللي درت انا بالمساعده نتاع مدلك. فهنا من بعد ما غادا نخويه في واحد الاناء اللي غادي نكمل فيه باقي المكونات. بالنسبه للبسكوي انا استعملت هنا هينريس. فالعلبه كدير درهم، غادي نحتاج 4 العلب. هنا جاو القطع شويه كبار، فحاولت اني ناخذ واحد الكاس ونحاول انني نسحقهم واحد شويه فقط. فالعمليه جد سهله. فغادي نكتفي بهذا القدر وبهذا الحجم. غادي ناخذ هنا واحد 2 معالق كبار نتاع الكاكاو بودره. بالنسبه للسيدات اللي ما توفرش عندهم بامكانكم انكم تستغناو عليه. كما بامكانكم تعوضوا بواحد 2 معالق نتاع الشوكولات دايب او لا 2 معالق من دانون ديال الشوكولات. هنا غادي نجمع بواحد 3 المعالق كبار نتاع الحليب تقريبا. بالنسبه للسيدات اللي مبغاوش يديروا الحليب بامكانكم ديروا الزبده، ولكن انا بغيت واحد الملمس يكون معجن، ما يجيش مرمله. بغيتها تجي بحال واحد تجي معلكه، لذلك جمعت بالحليب. وما كيعجبنيش داك لوغو نتاع الزبده بزاف، فكنحاول انني نمعس باش تجمع لنا وتولي لنا بحال العجينه كيف ما شفتوا كتلصق في اليدين. هذا هو القوام اللي بغيت. مباشره غادي ناخذ واحد الصحن اللي غادي نقاد فيه التحليه. كنوضع الطبقه اللي وجدت، فهذه هي الطبقه الاولى. نحاول انني نقادها بمساعدة واحد الملعقة اللي كل شوية يا اما فزقوها في شي كاس نتاع الحليب او لا في كاس الماء. غي فزقوي داك القعر ديالها باش تحاول انها تعاونكم باش ما يبقاش يلصق البسكوي في الملعقة. فالطريقة جد سهلة. فكنستمر بنفس الطريقة حتى كيتقاد لي السطح مزيان. نحاول انني نوزعه بشكل متساوي. هنا من بعد ما ساليت كيف ما كتشوفوا غادي نخليه جانبا وندوزو باش نحضروا الطبقه الثانيه. فالمرحله الاولى غادي نحتاجو كاس نتاع سكر سنيده اللي غادي نوضعو على نار مهيله كيف ما شفتوا حتى كيذوب تماما. نحاولوا نحضيو معاه بزاف. مع التحريك المستمر غادي نحاول انني نضيف له علبه من الفلون بنكهه الكراميل ونحرك مزيان بواحد السرعه. واخا يتشكل لي واحد الكتل ماشي مشكل، كملوا التحراك غادي يختفي ومباشره ما يولي الخليط يرجع لدرجه الحراره ديالو. هنا غادي نحاول نضيف واحد المعلقه صغيره نتاع الزبده الخاصه بالاكل. هنا كنستعمل ليليا. وغادا نحرك مزيان حتى تذوب الزبده ونحصل على واحد اللمعان في الخليط. فكنتمنى ان الشرح يكون مبسط والعمليه تكون مفهومه لجميع الاخوات. غادي نوضعو جانبا وندوزو باش نحضروا الكريمه. فالمقادير ديالها جد ساهلين وبساطين. غادي نحتاجو 500 مليلتر نتاع الحليب، ما يعادل نصف لتر. غادي نضيفوا له 4 المعالق كبار نتاع الطحين، اضافه لواحد المعلقه كبيره نتاع السكر سنيده. نحاولوا اننا ما نكثروش السكر حيت راه غادي نخلطوا الكريمه بداك الكراميل اللي سبق وحضرنا. فكنحرك مزيان. كما كتعرفوا الطحين كيتكركب، كنحاول نحرك مزيان حتى ما يبقاوش الحبيبات. كردوا على عافيه مهيله مع التحريك المستمر. يدينا ما نحيدوهاش من الكسرونه مع التحريك. فهنا كيف ما كتشوفوا بعد ما طلعت فيه اول غليه وشتو بدا كيعقد، كنزولو من فوق النار. كتكون الكراميل او صوص الكراميل
بردتنا واحد شويه كنضيفها مباشره على الخليط وهو سخون. فهذه هي الفكره، اننا ما نديروش الكراميل جاهز، نحضروه في الدار بكاس سكر فقط، وكيجي واحد المذاق هائل، واحد اللون زوين بزاف، وكيتواتى داك المذاق د الكراميل مع ديك القاعده اللي درنا في الاول. فغادي نحاول انني نحرك بسرعه باش يندمج لي الكراميل مع الكريمه، ويحاول انه يزيد يتسلق مع ديك السخونيه الكريمه. كنحرك مزيان كيف ما شفتوا، كنحصلوا على داك اللون الكراميل الزوين، الكراميل كيجي راقي في المنظر ديالو حتى في المذاق. فكنحرك بسرعه. فبالنسبه للبنات اللي مبغاوش يديروا الطحين، بامكانكم ديروا الكريم باتيسير او نشا، ولكن صدقوني ما كيبانش نهائيا انه كاين دقيق. اللي غادي يذوقها غادي يذوق المذاق ديال الكراميل فقط. فهذا هو القوام نتاع الكريمه. اللي بغى يضيف دانيت كراميل يضيفه، اللي بغى يضيف قطع من الشوكولا البيضاء يضيفها، فعلى حسب الاختيار. غادي نضيف واحد نص معلقه صغيره نتاع الزبده الخاصه بالاكل باش تجينا الكريمه فيها واحد اللمعان، وما تجيناش الكريمه مجلده، كتجي الكريمه زوينه بحال كناكلو فلون كراميل. غادي ناخد الكريمه ونفرغها على القاعده اللي حضرنا في الاول. نحاول نوزعها وهي سخونه، حيت دغيا غادا تشد راسها باش تاخد المكان ديالها، ونوزعوها بواحد الطريقه متساويه. غادي نخليو الصحن واحد 10 دقائق برا حتى يبرد، وندخلوها للثلاجه واحد شويه تشد راسها. هنا غادي ندوزو نحضروا الطبقه الثالثه اللي هي اختياريه. غادي نوضع واحد الكاسونس نتاع السكر سنيده، ونحاول انني نحضر الكراميل بنفس الطريقه اللي حضرنا به صوص الكراميل اللي ضفناها مع الكريمه. هنا كيف ما شفتوا من بعد ما داب السكر وخذا داك اللون البني، غادي نحاول انني نضيف علبه نتاع دانيت بنكهه الكراميل ونحرك بسرعه. واخا كتشوفوه كيقصاح، فغير ديك الصدمه انه كيتصدم بحاجه بارده. كنبقى مستمره في التحريك حتى كيذوبوا دوك الحبيبات كاملين، دوك الكتل اللي تشكلوا كيختفيو نهائيا. غير العافيه مهيله مع التحريك المستمر. هنا مباشرة وهو سخون غادي نحتاجو الشوكولات البيض، 6 المربعات من الشوكولات الابيض و6 المربعات من الشوكولات الاسود. غادي نقسمو الكراميل على جوج، وغادي نضيف كل جزء غادي نضيف له 6 المربعات من الشوكولاته بكل لون. بامكانكم تستعملوا نوع واحد، كما بامكانكم انكم تخويو داك الكراميل هكاك فوق ديك الطبقه على حسب المتوفر. كما بامكانكم تحتفظوا بها بداك الشكل، تزينوها بواحد علبه من دانون ديال دانيت شوكولا. فكيبقى على حسب الاختيار، على حسب كل سيده والمتوفر في المنزل. كنحاول انني نحرك بسرعه باش داك الشكلاط يذوب ويندمج مع داك الكراميل. والا شفتوهم انهم يعني جمدوا شويه وما بغاوش سميتو، بامكانكم ترجعوهم للعافيه. كما بامكانكم تزيدوا لهم قطرات من الحليب كيف ما شفتوا، مقدار واحد 2 المعالق الحليب، فكيطلقهم وكيسيحهم واحد شويه، وفي نفس الوقت ما كيجراوش فاش كنصبوهم على التحليه وكيدخلوا للثلاجه كيرجعوا يشدوا راسهم. فكيف ما شفتوا الطريقه جد بسيطه وجد سهله. كنتمنى ان يعني الشرح يكون مفهوم. كنخوي الجزء الاول اللي بنكهه الشوكولا. كما بامكانكم انكم ديروا خطوط بلا صوص اللي بالشوكولاط الابيض وديروا على شكل درخامه. انا فضلت انني نزينها بهذه الطريقه. فكيبقى على حسب كل سيده والابداع ديالها. غادي نضيف مقدار من الحليب ما يعادل واحد 2 معالق كبار، ونحرك مزيان باش تجرى لي الصوص. ومباشره غادي نخويها حتى هي في الجزء الاخر كيف ما شفتوا باش يجينا داك نصف اسود ونصف باللون الكراميل. فكتبقى هذه مجرد فكره. غادي نحاول انني نوزعها بشكل متساوي. نحاول انني نستخدم كاع ديك الكميه ديال الصوص اللي حضرت. من بعد غادي نجيب واحد الكوردون ونحاول انني ندير اشكال عشوائيه بهذه الطريقه.
باش ما يبقاش داك الحد بيناتهم هكاك، يجي فيه شي شكل وشي منظر زوين. فهذا هو شكل نهائي نتاع التحليه ديالنا. كنتمنى من كل قلبي ان جميع الاخوات يجربوها، حيت فعلا سهله وبسيطه وغير مكلفه، وانا متاكده الا جربتوها غادي تنال الاعجاب ديالكم وغادي توليو مدمنين عليها. كيف ما شفتوا ان الكريمه ما كتجيش مجلده، بالعكس كيجي فيها واحد الملمس زوين بحال كتاكلي واحد الفلون كراميل. فكنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم الوصفه ما تنسوش ديروا جيم وبارطاج وتابوناو في لاشين. الا كنتوا اول مره تزوروها، استودعكم الله.